السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ورجعنا في فيديو جديد وزي ما متعودين ديزاينات جديدة ورقيقة. النهاردة معانا كيك تزيينة حلو جدا، أرقام الهيليوم من عجينة السكر. الكيك دي مقاس 22. تفاصيل الكيك حلوة جدا، تابع معايا الفيديو وتركزي كويس جدا وتقولي لي رأيك، وكمان ما تنسيش اللايك. أول حاجة هابتدي أخبز معاكم الكيك. أنا عندي هنا 350 جرام من دقيق السبونج الفانيليا، أنا باستعمل ماركة الغزال، عليهم 4 بيضات بحرارة المطبخ، ونص معلقة من الفانيليا، وتلت كوباية من المية. أنا كده السبونج بتاعي ممتاز. في حالة عندك محسن جل تقدري تضيفي معلقة كبيرة من محسن الجل على الخليط ده. في حالة أنت ست بيت وبتعملي لأولادك ومش محتاجة إن أنت تشتري محسن جل، تقدري تضربي السبونج بنفس الطريقة اللي قلت عليها، وهيطلع معاكِ ما شاء الله ناجح. بس عشان الأوردرات أنا بابتدي أضيف عندي محسن جل، وبصراحة بيفرق معايا في السبونج بتاعي. ضربت عندي الخليط على أعلى سرعة في العجان، وزي ما إحنا شُفنا القالب بتاعي ضِفت فيه ورقة زبدة في الحواف، لإن الجوانب بتاعة القالب حافِّتها واطية شوية، فابتديت إن أنا أرفعها لإن السبونج بتاعي هيرتفع، وهنشوفه دلوقتي وإحنا بنخرّجه من الصينية بعد التسوية. ضِفت عندي نُص المقدار، لإن أنا العميلة قالت لي: "أنا عايزة نُص شوكولاتة ونُص فانيليا." وهاقول لكم دلوقتي إيه اللي حصل بعد ما خبزت الكيك. ضِفت عندي نُص الخليط، طبعًا وإحنا بنقسّم ورقة الزبدة اللي في القاعدة في القالب، بيكون باين معايا نُص الورقة، فباحدد من خلالها نُص مقدار الفانيليا اللي أنا باضيفه. ولإني باخبز المقدار ده في الصينية دي دايمًا، عارفة ارتفاع السبونج بتاعي هيكون عامل إزاي. يعني طول ما أنتِ بتشتغلي في المجال هتعرفي إزاي تضيفي، أو المقدار ده في ارتفاعه هيكون قد إيه. ضِفت عندي نُص مقدار الفانيليا اللي أنا هاحطه في القالب، والنُص التاني ضِفت عليه معلقتين من الكاكاو الخام، وابتديت إن أنا أنخلهم لإن بيكون فيهم تكتلات. هارجع أضربهم تاني في العجان، أو ممكن بالإسباتيولا تضربيهم تدمجيهم كويس جدًا. بعد ما ضربتهم هابتدي إن أنا أضيف خليط الشوكولاتة اللي أنا عملته ده الكيك في النُص التاني اللي أنا حطيته في القالب. أنا طبعًا باكون مشغّلة الفرن قبل ما ابتدي تجهيز في الكيك على درجة حرارة 180. بعد باساوي عندي الفانيليا خلاص، هاضيف عندي خليط الشوكولاتة. في حالة عندِك 2 قالب مقاس 22 تقدري تضيفي نُص الفانيليا اللي أنتِ عايزاه في القالب مقاس 22، والنُص الشوكولاتة تضيفيه في قالب تاني وتدخّليهم الفرن هُم الاتنين مع بعض، وتقسمي المقدار، هيطلع معاكِ التقسيمة مضبوطة جدًا. في حالة مش فارق معاكِ إن الجزئين يدخلوا على بعض حتى لو نسبة بسيطة، فما فيش مشكلة خالص، تقدري تعملي نفس الطريقة اللي أنا باعملها دلوقتي معاكِ. لو حد هيقول بقى إن أنا مش عارفة أقسم الخليط، هو بالنظر يعني تقدري تقسمي الخليط نصين بالشكل ده اللي أنا قسمت فيه في الأول. يعني من كتر ما أنا اشتغلت المقدار ده وعارفة طريقة قسم الخليط، بقدر إن أنا أحدد المقدار ده هيطلع متساوي معايا أو لأ. بعد ما ضفت عندي خليط الشوكولاتة وخليط الفانيليا، طبعا كنت ضايفاه، ببتدي أساوي سطح الكيك. لو تداخل معاكي جزء من الشوكولاتة على الفانيليا أو من الفانيليا على الشوكولاتة، كل ده أصلا في النهاية وإحنا بنقسم الكيك هيطلع معانا في الطبقة الملزقة. دخلته طبعًا على فرن درجة حرارة 180 على الرف الأوسط، هياخد معايا ساعة، وبعد ساعة باختبرها وباطلعها تبرد تمامًا. هنيجي هنا بقى لخليط الكريمة. أنا ضِفت عندي كوباية وربع من المَيّة باردة فيها تلج، عليهم معلقتين من الحليب البودر ومعلقتين من السكر ودوّبتهم، وضِفت عندي نُص كوباية وزيادة معلقة كمان من الكريمة. هاضربهم في العجان وابتدي أطلّع معايا الكيك زي ما إحنا شايفين ارتفع عندي عن القالب، عشان كده باضيف عندي ورقة زبدة، لكن لو حافة القالب بتاعتِك عالية تقدري ما تضيفيش ورقة زبدة في الجوانب. طلّعت عندي ورقة الزبدة اللي على الكيك، وزي ما إحنا شايفين الكيك ما شاء الله جميلة جدًا، وما فيهاش طبقة غامقة بحيث إن أنا أقشّرها، يعني الجزء اللي أنا شايفاه غامق بس هو ده اللي باشيله. عارفين الجزء اللي أنا باعمله بإيدي ده يعني يقدر يطلع معايا بإيدي، مش محتاجة إن أنا أقشّرها تمامًا. جهّزت عندي المنشار على رقم 2، حسب المنشار اللي أنتِ بتستعمليه أو السكين المشرشر قسّمي طبقات الكيك بتاعتِك. هيطلّع معاكِ 4 طبقات لو ساويتِ إيدِك بالضبط، لكن أنا زي ما إحنا متعودين طبقات الكيك بتاعتي على رقم 2، طلّعت معايا الطبقتين من رقم 2، والطبقة الأخيرة دي لو قسّمتها على رقم 2 هتهدّر معايا الطبقة اللي هي بيكون فيها تلزيقة أو زفارة البيض، فهتهدّر معايا. نزّلت عندي المنشار على رقم 1 وطلّعت معايا كمان طبقتين. شايفين باشيل طبقة الملزقة دي ولا تداخلت ولا أي حاجة، زي ما إحنا قُلنا في البداية لو سويتِ وش الكيك هيطلع معاكِ في الطبقة الملزقة كلّها.
بعد ما جهزت الكيك بتاعي والبورد اللي انا هشتغل عليه والكريمه انضربت كويس جدا، انا هنزل الكريمه دي عندي في بوله لان انا هشتغل جزء شوكولاته وجزء فانيليا. طب مقدار الكيكه دي ياخد كريمه قد ايه؟ ياخد معاكي كوبايه كريمه بالديزاين اللي انا هعمله، يعني هي مش محتاجه روزيتات الديزاين اللي انا هعمله، فهياخد معاكي كوبايه. لكن انا كان عندي جزء من كريمه الشوكولاته عليها جناش وعليها كاكاو، كنت شغاله في اوردر قبلها وكانت باقي معايا كريمه، فحبيت إن أنا أستغلها في حشوة الكيكة اللي أنا هاشتغلها النهارده. حد هيقول الكريمة إزاي تكون قديمة عندِك وأنتِ بتشتغلي فيها؟ يا جماعة إحنا بنشتغل أوردرات، وأي كريمة بتتبقى معايا معلقة معلقتين أكيد مش هاكبّهم، يعني كل الخامات دي بفلوس، فأنا بابتدي أحفظها في كيس كويس جدًا وأقفلها أو في علبة وأحطها في الفريزر. تاني يوم أو تالت يوم عندي order بابتدي أطلّعها وباضربها بالطريقة اللي إحنا شُفناها دلوقتي، وبابتدي أحطها في الكيك عادي جدًا. أو لو محتاجة أزوّد مقدار الكريمة اللي أنا باضربها الجديدة، بابتدي أضيفها عليها وبتدّيني نتيجة كويسة جدًا، ولا بتغيّر طعم ولا أي حاجة تمامًا. لمّا باحتفظ بالكريمة أو كيك باقي عندي، بابتدي أحفظه كويس جدًا في علبة مقفولة كويس أو كيس تلاجة، وبابتدي أحطه في فريزر خاص بشغل الحلويات، لإن أنا باشتغل في الحلويات لازم أكون مخصصة مكان للأدوات بتاعتي أو للمواد بتاعتي. ليه؟ لإنه أنا ممكن أحط حاجة من خاصة بالأكل تدّي نكهة أو تدّي ريحة على الشغل اللي أنا باشتغله، ما ينفعش تمامًا. زي ما شُفنا أنا ضربت كريمة الشوكولاتة وما شاء الله حلوة جدًا، طبعًا عليها جناش شوكولاتة وكريمة وكاكاو، فمش هاهدّر المقدار ده أو إن أنا هاكبّه مش هاحتاجه، أنا باشتغل حتى لبيتي لو باقي عندي كريمة لأولادي بابتدي إن أنا أعمل لهم شغل من الحاجات اللي بتكون موجودة بالفريزر، فمش هاهدّر الكلام ده. وطبعًا الشغل ده ما بيكونش قديم أوي يعني، بيكون الكريمة دي في شغل مثلًا النهارده، بعد بُكرة عندي order تاني بابتدي إن أنا أطلّعها وباضربها وما شاء الله جميلة جدًا ولا بتبان لها طعم. جرّبيها ودوقي وأنتِ إن شاء الله هتلاقي الفرق إن ما تهدّريش في الخامات بتاعتِك. نرجع للكيك بتاعتنا، أنا حشيت أنا ثبّتت أول طبقة من الكيك على البورد عندي مقاس 26، أنا باشتري مقدار كبير بالكيلو من البورد ده، باشتغل عليه كل المقاسات، يعني من 18، 20، 22، 24 باشتغل عليها الكيكة دي. ثبّتت أول طبقة بشوية من الكريمة، باسقّي الكيك بتاعي وبابتدي أوزّع طبقات الكريمة، الجزء الشوكولاتة باضيف عليه شوكولاتة وأحُط الحشوة بتاعتي كانت جناش شوكولاتة وعليها chocolate chips والجزء التاني كان كريمة فراولة. وآخر طبقة من الكيك أكيد لازم نسقّيها بالسيرب الخفيف، زي ما متعودين وبالذات في الصيف داخل علينا ما ينفعش إن إحنا نضيف عصير أو كمان حليب في تسقية الكيك، بتغيّر الطعم تمامًا. آخر شوية من كريمة الشوكولاتة ابتديت إن أنا أعمل طبقة خفيفة من الكريمة على الكيك تحبس الفتات علشان ندّي الطبقة النهائية من الكريمة التجليس أو التزيين. مسحت البورد بتاعي ودخّلت الكيك عندي التلاجة أو الفريزر لو أنا مستعجلة مدة يعني نُص ساعة أو ربع ساعة، وبابتدي إن أنا أطلّعها أشتغل بيها التجليس النهائي. الكريمة اللي أنا هاجلّس بيها لازم أضربها كويس جدًا بالإسباتيولا علشان تطلّع فراغات الهوا اللي فيها، وابتدي أجلّس تجليس مضبوط جدًا وتدّيني كريمة ناعمة وجميلة بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. المفاجأة بقى هنا إن العميلة بقى لها أسبوع طالبة الكيك وقالت لي: "أنا عايزة نُص شوكولاتة ونُص فراولة." طيب نُص شوكولاتة ونُص فراولة، يعني أغلب كلامها ما كانش واضح تمامًا إنها عايزة الكيك نَفْسه فانيليا وشوكولاتة والّا الحشو بس اللي فانيليا اللي هي كريمة فراولة وكمان شوكولاتة. فضلت معاها مرّة و2 و3 عشان أتأكد، الآخر اللي وصل لي إنها عايزة نُص الكيك شوكولاتة ونُص الكيك فانيليا. وده بالفعل اللي أنا اشتغلته، نُص الكيك فانيليا ونُص الكيك شوكولاتة، بس بعد ما وضّحت لها أنا عملت إيه، قالت لي: ممتاز جدًا، بس أنا كنت عايزة الكيك عادي فانيليا ما فيش مشكلة علشان ما تعبكيش معايا، وكمان الحشو نُصّها شوكولاتة والنُص التاني كريمة الفراولة." انبسطت جدًا حرفيًا من طعم الكيك، وانبسطت من طبقات الكيك مع الشوكولاتة، قالت: "فعلًا أول مرّة أجرّبها وعجبتها جدًا، جدًا."
نرجع تاني للتجليس بتاعنا. زي ما إحنا شايفين وزّعنا الكريمة وابتديت أجلّس الكيك بالإسباتيولا والسكرابر بتاعي، ولو حسيت السكرابر ما بيدّيش الكريمة ناعمة ومضبوطة باغسلها وبارجع أجلّس بيها، ما بتكونش عليها كمية مَيّة كتير، يعني مجرّد بس إن أنا شطفتها واديتها طبقة من المَيّة. بعد ما جلّست عندي عايزة أعمل الدوران ده، بابتدي بالإسباتيولا وألِف القاعدة تدّيني الدوران اللي إحنا شايفينه ده. لو عايزة حواف الكيك تكون حادة بتقدري تاخدي الكريمة من برّه لجوّه زي ما عملنا كتير جدًا في فيديوهات فاتت، تقدري ترجعي للفيديوهات القديمة آخر فيديوهات برضه هتلاقي تصاميم الكيك حلوة جدًا وتستفادي من كل ديزاين إحنا بننزّله. خلّصت عندي الكيك مسحت البورد زي ما إحنا شايفين، هادخّلها عندنا التلاجة أو الفريزر برضه لو إحنا مستعجلين. مجسّمات الأرقام دي أنا عملتها في نفس اليوم وما شاء الله كانت متماسكة، اللي بيتابع معايا القناة عارف مجسّمات عجينة السُكّر أنا باشتغلها إزاي، والفيديو ده أنا مصوّراه إن شاء الله هانزّل لكم، لإن في حد عايز يتعلّم فكرة الأرقام على شكل بالون الهيليوم. فكرة حلوة جدًا وdesign بسيط جدًا، جدًا وسهل. أنا حسّيت إن الفيديو هيكون طويل لو ضِفت معاه المجسّمات، فأنا هانزّله لكم في فيديو منفصل عشان ناخد كل التفاصيل الشغل فيها. بادهن عندي هنا على المجسّمات عجينة سُكّر عشان أثبّتها على الكيك، وطبعًا عجينة السُكّر لو ضفناها على الكريمة مباشر هتدّيها رطوبة وعجينة السُكّر هتبتدي إنها تسيح معانا، علشان كده بندهن بس دهنة خفيفة من الشوكولاتة، سواء شوكولاتة بالحليب أو شوكولاتة بيضا بالشكل ده. أنا ابتديت أثبّت عندي خلاص المجسّمات، الجزء ده كان مكتوب عليه اختصارها بBirthday HBD، وفي حد كان سألني إزاي نعمل الشكل ده، أنا مصوّراه إن شاء الله هانزّله لكم. ابتديت أثبّت الجزء ده اختصارها بBirthday في وش الكيك، وطبعًا هنا هابتدي أثبّت عندي الأرقام في نُص الكيك من فوق. في فكرة تانية لو مش هتعملي اختصارها بBirthday والكيك عندِك مرتفع، تقدري تحطّيها في وش الكيك وتبتدي تعملي لها الخيوط اللي هي أو الحبل اللي بينزل من البالون بطريقة حلوة جدًا على الكيك، بيبقى شكله لذيذ جدًا. بس الdesign ده يعني أنا وصلت له بعد تفكير كتير جدًا مع العميلة، وهي أنا اللي اقترحت عليها الفكرة دي حرفيًا، أنا باحب أغيّر في الديزاينات اللي أنا باشتغل فيها، عجبتها جدًا وانبهرت بشكل الكيك، قالت لي: "تمام اعتمدناها." أنا كمان كنت مجهّزة قلوب بالشكل ده، وابتديت إن أنا أدوّر أحطها فين. آخر حاجة افتكرت إن أنا خلاص يعني أو وصلت لها إن أنا هاثبّتها جنب اختصارها بBirthday. بعد ما حطيتها وثبّتها وباقول لكم العميلة كانت طالباها قبلها بأسبوع، رجعت قالت لي: "خلاص ممكن تضيفي لي حروف على الكيك." فوصلت إن أنا خلاص هاحطها على القلوب من عجينة السُكّر باللون الأبيض. أنا هنا بارُش عليها شوية من الdust اللامع بيدّيها شكل جميل جدًا. حد كان سألني الكيك بعد ما بنضيف عليها معجنات أو مجسّمات عجينة السُكّر بنحطها في التلاجة مباشر، لأ أنا بابتدي أحطها في الكرتونة بالشكل ده أول ما باخلّص، وبابتدي إن أنا أحطها في التلاجة عادي جدًا. طيب ليه؟ علشان ما يوصلّهاش رطوبة من التلاجة، لازم نحفظها في الكرتونة بالشكل ده. وزي ما قُلت لكم بعد ما خلاص قفّلت الكيكة عندي وحطيتها في التلاجة، العميلة قالت ممكن تضيفي لي حروف على الكيك، فأنا هاورّيكم صورة دلوقتي لو حابين تاخدوا الفكرة دي. عجينة السُكّر قسّمتها اللون الأبيض، الحرفين اللي طلبتهم وثبّتهم على القلب بالشكل ده. وده كان شكل الكيك النهائي، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، باشكر الناس الكتير الجميلة اللي بتدعمني وبتقول لي كلام جميل، وباشكر الناس الجديدة اللي مشتركة معانا في القناة. أستنى رأيكم، وكمان ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لكيك نوفا. أسيبكم في رعاية الله، انتظروني، باي باي.